بالحلوين. السلام عليكم. عاملين ايه؟ النهارده هنعمل بابا غنوج. دلوقتي دي برنجانية كبيرة، وعلى حسب ما انت عايزة برنجانتين 3 براحتك خالص. بتتشوى في الفرن، او ممكن بدل ما مش عندك، يعني مش قادرة تروحي تشويها بره، على العين بتاعة البوتاجاز وتحطيها وكل شوية تقلبيها من فوق ومن تحت، ما تسيبيش اي حتة فيها الا لما تتشوى. بلاش كده، ولعي الفرن وحطيها في صينية، وبرضو كل شوية تقلبيها لغاية ما تبقى بالمنظر ده، تحسي ان القشرة بدأت تنفصل عنها. طبعا بنقشر البرنجانة، بنشيل الراس اهي، ماشي، ونبتدي نقشر البرنجانة اهيت، نشيل القشر بتاعها. شايفين؟ هنقشر البرنجانة، بس خلي بالكم، عودوا نفسكم ان وانتوا بتنضفوها السواد اللي في ايدي ده ما يكونش فيها، تحاولوا تنضفوها قدر الامكان. طبعا بعد ما قشرنا البرنجانة نجهز بقى الحاجة بتاعتها. ادي توم اهي، يعني لو برنجانة، كام فص توم زي ما انت شايفاهم كده. آه، فلفل، بس انا طبعا ما كترتش الفلفل ده لانه ايه، خايفه يكون حراق وانا صايمه طبعا مش عارفه ادوقه. عندك اللي هو الفلفل البلدي، حط قرنين مفيش مشكله. تمام، خلاص. ومجهزه بعد كده الليمونه، عشان بعد ما ادقها هنرش عليها نعصر الليمون، وكمان شويه خل. دلوقتي قبل ما ندقها بقى، ايه التوابل اللي حط عليها؟ شويه ملح اهو، وما تكتريش. شوية كمون اهو، وشوية كزبرة اهي. تمام، وندق ايه الخلطة ديت كده مع بعضنا. دقيت الدقة اهيت، ماشي، تمام. ودقها كويس قوي قوي، واصبري عليها في الدقة علشان خاطر التوم يتهرس كويس هو والفلفل، ما يبانش في الاكل. اولا انا بعصر الليمونه اهيت، ليمونه كبيره. طب انا عندي ليمون صغير، ليمونتين 3، البابا غنوج بيحب الليمون. تمام. طيب انا بحب احط على الليمون خل. طب انا دلوقتي، لان احنا قلنا كل شيخ وله طريقة، في بيوت ما بتحبش ابدا الخل. طب البيت اللي ما بيحبش الخل، كتري من الليمون، حطي 3 ليمونات 4، مش هتقولك بابا غنوج لا، لكن هتحطي خل. انا عندي الليمونة دي، الليمون اللي انا جايباه ده ليمون كبير، فبالتالي يعني كفاية ليمونة عليه. وطبعا البرنجانة اللي عندي مش كبيرة قوي، انا جايباها على القد علشان خاطر ايه، مفيش اكل يتبقى يعني. هعصر الليمونة خلاص، وبعد كده هنحط ايه شوية الخل اهو. كده خلصنا الليمونة اهو، الليمونة الكبيرة. وبعد كده نحط شوية خل براحتك، قيمة ربع كوباية كده واقل من ربع كوباية، ماشي حبايبي. بنسيب البرنجانة شوية كده بعد ما بنقشرها. بص البرنجان بيسرد مية، شايفين المية؟ انا هصفها قدامكم اهو اهو. ما استعجلش على البرنجان، بعد ما بقشره بسيبه شوية كده. خلاص نزل ميته، تمام. بجيب الشوكة واقعد اهرس فيه بالمنظر ده كده، وما طولي بالك في الهرس. عايزة اقول لكم على حاجة، في ناس بتضرب البرنجان بالدقة اللي انا عاملاها ديت في الخلاط. تمام، انا والله جربتها، بس دي لها طعم ودي لها طعم، لان للاسف اللي بيحب بابا غنوج زيي، لما تيجي تضربيها في الخلاط طعمها بيروح، خصوصا طبعا لما تحط عليها طحينه، واحنا هنحط الطحينه دلوقتي. لكن لما انت تهرسيها بالشوكه بالمنظر ده كده، هتلاقي وانت بتيجي تغمسي تحسي بطعم الايه، بطعم البرنجان اللي بتاكليه. وكل برضه انا قلت لكم كل واحد
واحد حسب الحاجة اللي بيحبها. وممكن تعملي ايه، خدي جزء، يعني مثلا جزء زي ده، جزء تضربيه في الخلاط والجزء التاني تهرسيه عليه عادي جدا. تمام ماشي، كله شغال. واحنا قلنا كل واحد حسب رغبته وحسب الحاجة اللي بيحبها. تمام. انا عملتها اهوت. هحط الدقة بتاعتي اهي، وعندي طحينة حمرا. ليه بقى؟ هل لما نحط البيضة في مشكلة؟ لا عادي، بس البابا غنوج بيحب الطحينة الحمراء اكتر من الطحينة البيضة. انا جربتها على فكرة، يعني انا بحب دايما اجرب واشوف، وما احبش يعني عودي نفسك ما تقوليش لا دي حلوة ودي تبقى وحشة. اللي ما حد يقولك على فكرة جربيها ودوقيها، عجبتك الفكرة تمام، ما عجبتكيش خليكي على وضعك مفيش مشكلة. فأنا يعني الحمد لله بحب دايما، رغم ان انا ام كبيرة مانيش ام صغيرة ولا حاجة، بحب دايما اجرب اشوف دي تدي طعم ايه ودي تدي طعم ايه. الحاجة اللي لقيتها رايقالي انا وبحبها اشتغلت بيها. فانا جربت بالطحينه البيضه شغال، ما يقولكش لا. بس احنا على عاداتنا وتقاليدنا القديمه، بابا غنوج من سنين، من ايام جدودنا وامهاتنا، الطحينه الحمراء هي افضل لبابا غنوج. ده انا حطيت اهو يا جماعه. ابتدي تاني اهو الف بيها واهرس اهو اهرس كده اهو. خلاص اهو، ما سيبش حاجه الا لما الفها واهرسها. في الاخر هحط شويه زيت اهو، انا معاكم اهو. والله بصي بايديكي احلى واجمل من ضرب الخلاط. شوفي اهي البرنجان اختفى اهوت، تهرسك بالشوكه اهو، جميل وتحسي بطعمه وانت بتاكلي. طيب اخر حاجه بقى خلاص كده نبتدي نحط شويه زيت، اي زيت عندك، بس انا بتمنى دايما الزيت يبقى نوعيه نظيفه عشان ما يسببش حموضه في الاكل. ولما تكتري الزيت مفيش منه ادنى مشكله. بابا غنوج بتحب الزيت، يعني لان هتلاقي بعد كده ما تيجي تقلبي شويه وهتلاقي الزيت اختفى معاه. كده خلصنا بابا غنوج يا حبايبي. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم. أتمنى تحطوا لي إعجاب وشير، وأشوفكم منتجكم الجميلة. باي باي.